تواصل لا تحده حدود أو تمنعه سلطة، ذلك الذي يحدث في مواقع التعارف الاجتماعي على شبكة الإنترنت. ويبدو أن هذا التواصل الافتراضي فسح المجال أمام كثر لاختيار شركاء حياتهم. حيدر حمزوز ودينا نجم ناشطان على فيسبوك، وبعد تعارف سنوات قرر أن يختار رابطة أخرى غير موقع التواصل الاجتماعي هذا. رابطة الزواج حلم تحقق أخيرا بعد تخرجهما الجامعي، كما يقول حمزوز، ليقطع الزوجان كعكة رسم عليها علامة فيسبوك واسمهما. الحلم تحقق، ونقل هذا الحلم من الورق إلى النهر، وصار في نهر دجلة. وهذا يعني ما صار لو ما تضافر كل جهود الأخوان. أما العروس التي هنأت أصدقائها وشكرتهم وعدتهم بالتواصل والعودة الافتراضية بعد شهر العسل. أكيد ما راح نتركه، راح نواصل، راح نحاول. لا بالعكس، راح أبقى أتواصل ويا أصدقائي ويا صديقاتي، يعني بالعكس أصلا أنا أشوف إن الفيسبوك تقدر تطلع على عالم ثاني. احتفل هذان الشابان وسط حضور الأهل وجميع الأصدقاء على موقع فيسبوك في عرس بغدادي عزفت فيه الفرقة الشعبية وارتديت فيه الملابس التقليدية لأهل بغداد. هم من الشباب البغداديين اللي تعرفوا بواسطة الفيسبوك، معرفة نظيفة، معرفة وصلتهم أنه أنا أودي أهل الولد إلى أهل العروس وأسوي أهل الخطوبة هذه. سوينا لهم هاي الخطوبة وأخذتنا الموافقات لهم. ويبدو أن حفلة الزفاف هذه هي الأولى من نوعها في بغداد، لتتجول في زوارق نهرية بين كرخ بغداد ورصافتها بعيدا عن الاختناقات المرورية في العاصمة. نبارك للعرسان بهاي المناسبة، حالة فريدة وغريبة من نوعها بالنهر، لأول مرة تحصل هاي الحالة، وفشي جميل لأهالي بغداد، ونطمح أنه تكون أكثر، وتدل على أنه استقرار الوضع الأمني خلال الظروف الراهنة اللي نعيش بها. كلش حلو طبعا، أحلى عرس شفناه بحياتنا، حلو مفاجئ. وفي حال رزق الزوجان بمولود سيسمانه دجلة إن كانت أنثى، أو فرات إن كان ذكرا، تيمنا بيوم عرس مر عبر النهر. صابرين كاظم، الحرة، بغداد. برفاه